ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا خروف الضحيه بس خطير ازاي. تعال نبدا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نشوف المقادير. يا ريت تحطوا لي كومنت حلو زيكم علشان كانت تفضل مستمره. تعال نشوف الطريقه المقادير. التورتايه بتاعتنا دي الاسبونج يا بنات، الكيكه الاسبونج اللي احنا عملناها في الفيديو اللي هنزله لكم. ودلوقتي هنزينها التورته مع بعض. نظبطها على حسب الطبق اللي احنا معانا. معايا الطبق لازم نحط فيه كيس يا بنات عشان نبدأ نطلعها تاني نشدها من الطبق لما تتجمد التورتايه. ده هنحطه في الاول. اول طبق هنحطها كده يا بنات، شايفين؟ ونحط عليها الكريم شانتيه. الكريم شانتيه عبارة عن ايه؟ كوباية مية متلجة، لازم تبقى تلج، عليها مية متلجة يا بنات، عليها كوباية كريم شانتيه ونص كوباية سكر بودرة، ونضربهم لغاية ما قوامهم يبقى زي كده. ماشي، احط جزء كده. واحط الدايرة التانية فوقيها. حطيت الجزء التاني. هنا معايا ايه بنات؟ هنا معايا معلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقتين سكر بودرة، وكوباية مية متلجة. دوبتهم في بعض علشان اشرب بيهم الكيكة بتاعتي. الكيكة مش محتاجة بامانة، بس انا قلت يعني علشان تبقى يعني لذيذة كده. ممكن ما تعمليش التشريبة دي عشان هي طرية خالص، ممكن تعمليها بسيرم، يعني بالشربات الكركديه البتاع ده، انا اسف، الشربات السيرم اللي احنا بنعمله للكنافة وللحلويات، ممكن تشربيها بيه، وممكن تستغنوا عن الطريقة دي اساسا. الكريم شانتيه برضو حط طبقة لذيذة كده. حط الطبقة اللي بعديها. حاول نظبطها. عادي لو اتكسرت منك كمليها عادي. نسقيها عاد بالكاكاو والسكر البودرة. ممكن تحطوا لبن مكان المية، كاكاو ولبن وسكر بودرة، تبقى لذيذة برضو. نشيلها في التلاجة بنات لما تتماسك، بعد كده نشوف هنزينها ازاي. ايه يا بنات، انا جبت ده طبق بتاع حلويات، بيتباع مش غالي قوي، يعني سعره كويس. هقلب فيه التورتايه بتاعتي. الكيس هيسهل معايا ان انا اطلعها منه كويس. شايفين؟ هندريها عاد هندر المنظر ده بالكريم شانتيه. نعمل كده شوية حركات. ده كيس مطبخ حطيت فيه الكريم شانتيه، يعني لو عندك كيس حلواني اعملي فيه. عندك الكيس اللي فيه روزيتات ده اعملي بيه برضو، هيكون احسن.
نحاول نساوي المنظر. انا ماليش في تزيين التورت، بس انا بحاول اعمل لكم حاجه كويسه للعيد، نعمل خروف العيد يعني، بس على حسب ما بنعرف. بحاول اعمل اشكال يا بنات كده عاديه، دواير دواير، يعني بعد ما عملناها كلها بالكريم شانتيه كده جلسناها كلها، بعمل كده حركات بس، حركات بس كده تدي منظر للتورتيه بتاعتنا او الخروف بتاع العيد بتاعنا. هدخله التلاجة، بعد كده نشوف هنعمل فيها تاني في التورتيه اللذيذه بتاعتنا دي. شايفين خطيره. بصوا يا بنات، انا بوجه الكيكه ده هنعمل بيه شكل راس الخروف ورجلين الخروف. هنعملها ازاي؟ ببوج الكيكه اللي احنا قطعناها. هنا معايا شوكولاته بيضه خام بتاعه مطبخ. لو انت عندك شوكولاته غامقه ماشي، ما عندكيش اعمل البيضه. انا ما عنديش غير البيضه دي، فحطيت 6 مكعبات، وحطيت معلقه كاكاو كبيره ونص كوبايه ميه. اسيبهم على النار، اول ما يدوبوا ويختلطوا مع بعض هرجع معاهم. ما تسيبش الشوكولاته يا بنات كتير على النار، اول ما يدوب معايا الخليط خلاص نشيله على طول من على النار، ماشي، ما نسيبوش يغلي كتير. هو اول ما بيسخن الشوكولاته بتسيح على طول، والجو عندنا حراره. هعمل ايه دلوقتي؟ هفتفت الكيكه بتاعتي دي بواقي الكيكه اللي احنا قطعناها من التورته. احاول ان اخليهم يندمجوا كلهم مع بعض عشان اعرف اشكلهم كويس. ده اللي هنعمل منه راس الخروف والرجلين بتاعته. هجيب كيس مطبخ واحطهم فيه. هحطه في التلاجة يا بنات لما يبرد خالص عشان نعرف نشكله، لكن وهو سخن كده مش هنعرف نشكله خالص. بنات نحاول نعمل نظبط يعني شكل الخروف شوية، ونحطه كده على التورته. نحاول نعمل ودنه برضو كده كده، ودن الخروف. بس لازم كله ده في التلاجة يا بنات. والرجل بتاعته نعملها كده، نحاول نحطها كده جنبه. شايفين شكله لذيذ ازاي؟ شايفين رجله؟ نحاول نحطها كده. ونعمل ايه تاني؟ نعمل له العينين بشوكولاته بيضه يا بنات، اي شوكولاته بيضه عندك. حطي له عين كده، الشوكولاته سايحه مني طريه خالص، ادي عين كده. نحاول نظبطها، بس انا الجو عندي حراره فعشان كده سايحه. ادي شكل الخروف لذيذ. نحطها في التلاجة وبعد كده اوريها لكم. هاي يا حبايبي الخروف بتاعنا، بصوا على قد ما قدرت اعرف عملته. شكله تحفه خطير. اتمنى تجربوا، اتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم واكون فدتكم حاجه بسيطه. احلى خروف الضحيه. كل سنه وانتم طيبين. جبناش الخروف الحقيقي، عملناه تورتايه لذيذه خطيره. كل سنه وانتم طيبين. اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.